سلام البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ هانيات ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم البنات غنوجد معكم كيك اللي كيجي رائع جدا صراحه ولذيذ، ديال الخيزو او الجزر. مقادير بسيطه وكاينه الصراحه في كل دار. غنبداو ان شاء الله بالمقادير. عندي هنايا واحد جوج خيزوات كبار اللي حكيتهم بهذا الشكل. عندي واحد دانون ديال دانيت بالكراميل، 4 ديال البيضات، كاس ديال الليمون او البرتقال، كاس ديال السنيده اللي عامر، وكاس ديال الزيت اللي ما عامرش بزاف، قبيصه ديال الخميره ديال الحبيبات ديال الدار، عندي واحد شويه النكهه ديال الحامض، 3 ديال الكيسان ديال الدقيق اللي غربلتهم، و3 ديال الخمارات، وعندي هنايا واحد الساشيه ديال الكاكاو المر. الا ما كانش البنات بلاش، ماشي ضروريه. صافي غنبداو ان شاء الله على بركه الله بالبيض. هو الاول البيض انا مخرجاها البنات من الثلاجه واحد جوج ديال السوايع باش يجيكم الكيك يجيكم زوين ويجيكم طالع ويجي حتى ناجح لكم. غنزيد السنيده كاس عامر، غنزيد هاد القبيصه ديال الخميره ديال الخبز، غنديرها دابا مع البيض والسكر باش تندمج مزيان معاهم. درت قبيصه ديال الملحه صافي، وغادي نطرب هاد الخليط هذا مع بعضياته مزيان حتى يتغير ليا اللون ديال البيض. غنبقى نضيف الزيت شويه بشويه وانا كنخلط بهذا الشكل. كيك اللي ساهل صراحه وكيجي زوين بزاف. غنزيد كاس ديال الليمون، نزدت هنا الفاني. بالنسبه سميتو النكهه ديال الحامض مزدتهاش البنات، لقيت غير شويه ما كافيانيش صافي ودرت الفاني. نزيد هاد الفلون ديال الكراميل، كيجي زوين في هاد الكيك، كيجي عطي واحد المذاق غزال الصراحه. غنزيد الكاكاو المر ساشيه، الا ما كانش البنات يمكن لكم تستعملوا نسكوي، او لو ما كانش كاع بلاش. غندير الكاس الاول ديال الدقيق اللي غربلته، النوعيه الجيده، وغندير الكاس الثاني، نزيد واحد شويه ديال الدقيق، وغندير الخمارات 3 وغنخلي النص الاخر حتى الاخر. يعني هاد الكيك هز ليا 3 ديال الكيسان ديال الدقيق.
غنزيد هاد 2 خيزوات اللي حاكه مرقاق. بالنسبه للموله البنات، انا دهنته بشويه ديال الزبده ورشيته بالدقيق ودرته في الثلاجه قبل ما نبدا نصايف الكيك. كنديرو في الفريغو. ديما هاد الطريقه الصراحه كنديرها، كيصدق ليا الكيك زوين. غنزيد واحد المعلقه كبيره ديال الخل. صافي، وهذا الخليط جاهز عندي. الفران انا مسخناه على 180 درجه. بالنسبه للتزيين البنات، انا درت هنا شويه ديال اللوز افيلي وشويه ديال التمر قطعته وشويه ديال الكركاع. نتوما يمكن لكم تزيدوا اللي بغيتو. المول ديالي هو هذا بارد. صافي غادي نكب فيه الكيك. غندخل الكيك، غنشعل عليه غير بالتحت غيطيب على راحته، وغنتلاقاو معكم ان شاء الله بعد الشكل النهائي. الكيك ديالي بعد ما خرجته من الفران كيجي زوين وكيجي طالع وكيجي خفيف يا البنات، والله العظيم. طبيعة الحال الزين تيبقى اختياري. درت انا غير شويه ديال السكر كلاصي والكراميل. نتوما الا يمكن لكم باش ما بغيتو تزينوا. انا هنا كان باقي ليا الوقت، قلت علاش ما نوضش نوجد واحد البريوش اللي كيجي زوين بزاف وكيجي خفيف صراحه ودغيا كيوجد. حتى هو غادي نشاركه معكم ان شاء الله. بالنسبه للمقادير، عندي واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، عندي 3 معالق ديال السكر سنيده، كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، عندي 2 فاني وخماره، مع سميتها بيضه وحده، ومعلقه ونص كبيره ديال الخميره حبيبات ديال الدار. بالنسبه للحليب دافي، كاس كبير. هاد الكاس البنات ديال العصير، نفس الكاس غنعبر به كاس ديال الماء حتى هو يكون دافي. غندير الخميره معلقه ونص كبار، فاني 2، جوج معالق ديال السكر سنيده، غنخلط هاد المقادير مع بعضياتهم، وغنزيد واحد 2 معالق كبار ديال الدقيق. المرحله مهمه البنات، ضروريه في هذا البريوش هذا. كتفاعل ليا ديك الخميره مع الدقيق والحليب، كنخليها على الاقل واحد 15 دقيقه هي القليله. صافي دابا غنزيد الدقيق
صافي هنا شوفوا البنات بعد ما تفاعلت لي، شوف كيفاش كتجي كتعقد وتفاعلت ديك الخميره مزيان. غنزيد نص كاس ديال الزيت، غنزيد بيضه، كلكم تستعملوا غير البيض، انا درت بيضه كامله. السكر معلقه كبيره اللي بقات لي، قبيصه ديال الملح، انا درت واحد شويه ديال قشوره الحامض، غير شويه ماشي بزاف كاضافه، والمعلقه كبيره ديال الزبده. صافي دابا غادي نبدا نضيف الدقيق. الدقيق البنات على حسب الخليط، درت الكاس الاول والثاني، يعني 500 غرام ديال الدقيق على حسابكم نتوما واش كيشرب لكم اولا. طبعت الكيسان والكاس خليته الاخر. غنزيد ديك الخماره، صافي انا دابا غنبدا نخلط بايدي، ولا كان خاصني شويه غادي نزيد، غنبقى نزيد غير شويه بشويه، ما تضيفوش الكاس كامل. العجين بطبيعه الحال غيبقى يتلصق، ما غاديش يتجمع، باش يجينا البريوش خفيف. صافي انا هنا غير غادي نجمعو، ما غندير لكها حتى شي حاجه، وغادي نغطيها ونخليها شويه تخمر، ونتلاقاو ان شاء الله. هنايا البنات بعد ما خمرت ليا، شوفوا كيفاش كيتضاعف الحجم ديالها. غندير شويه ديال الزيت ضروري حيت ما كتلصق العجينه بزاف. انا هنا بديت كنهز غير بحال هكا بوله بوله بحال هكا، وكندير فيها شويه الشكلاط. تزيين البنات كيبقى لكم اختيار، يمكن لكم ديروا كريم باتيسير، يمكن لكم ديروا المربى، يمكن لكم ديروا اللي بغيتو. انا درت غير الشكلاط، بقاو ليا شي بعضينات درتهم بحال هكا بالمربى، ما درتش بزاف، ولكن الاكثريه درتهم بحال هكا بالشكلاط. غندهن هاد البريوش بواحد صفارة البيض، معلقه ديال الخل، وشويه ديال القهوه سريعه الذوبان او نسكافيه، قبل ما يكتمل ليا في الاختمار. صافي غنضغط عليه غير شويه بحال هكا بيدي، ماشي بزاف.
صافي انا هنا دهنته ونخليه واحد 5 دقائق الفران مشعله من قبل حتى نشعل عليه غير بالتحت حتى نحس بيه تنفخ وطلع. عاد غندور عليه الفرفاره ونتلاقاو ان شاء الله بعد الشكل النهائي ملي نخرجوا من الفران. صافي هذا هو البريوش خرجته من الفران، كيجي رائع البنات وكيجي منفوخ وكيجي فشفش. شوفوا كيفاش كيجي زوين بزاف. انا غادي نزينو غير بشويه ديال الناباج واللوز افيلي اللي حمرته من قبل. نتوما يمكن لكم تزينوا باش ما بغيتو او تخليوه بحال هكا حتى هو كيجي زوين. صافي دابا غنفتح لكم واحد الوحيده باش تشوفوا كيفاش جا من الداخل واخا باقي سخون. كيجي مهوي من الداخل كيجي زوين بزاف. هذا هو لا فيديو ديالي البنات ديال الكيك والبريوش. كنتمنى من الله يعجبكم وما تنساوش لي لايك ودعموني يا البنات بواحد الكومونتير اللي كيحفزني نبقى نعطيكم ديما الجديد. وبسلامه عليكم الى الملتقى ان شاء الله. باي باي.